أن عندنا في اللغة العربية أصلا تورية المعنى، بمعنى أن نقول شيئا ونقصد شيئا آخر. وكذلك استخدم الشعراء خاصة في العصور التي خشي بها الشعراء على أنفسهم من الهلاك أو من أمر ما، استخدموا تورية المعنى وتورية البيت وإخفاء معنى في قلب القصيدة. إمم. أما الآن فالأمر اختلف. هنالك من يكتب بالطريقة ذاتها، يكتب بشكل سياسي مثلا، فيكتبها بشكل، خلينا نقول الأدب الساخر، كوميديا أيوه. السوداء. وهناك من يكتب بالرمز الفلسفي. الرمز الفلسفي هنا محاولة لاستفزاز وعي وعقل المتلقي، إمم. وهو شيء جميل إذا كان لا يفتقر أو يفتقد إلى المعنى، على الأقل المعنى الأول، بمعنى أني لا تصف الكلام